عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل صينية بطاطس. بصوا بقى، يعني بسم الله ما شاء الله، من الآخر حاجة كده عسل. في بداية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي وكل متابعيني. وتعالوا بقى نخش البطاطس العسل ديت. قلنا نعمل بقى بطاطس النهارده، حاجة كده جميلة في الفرن بالفراخ. بسم الله ما شاء الله. قشرنا البطاطس زي ما انتم شايفين كده وقطعناها وحطيناها حلقات في الصينية. ونعمل بقى اللهم صل على النبي بقى، انتوا بقى ايديكم بقى في ايديكم تخلي الحاجة دي طعمة وزي العسل. حبة تحابيش حلوة كده بتبقى حلوة معانا. هنرص البطاطس في الصينية، ومعانا بصلتين متوسطة، اتنين بصلة متوسطة. هنقطعهم شرايح كده حلقات، وبعد كده هنحط عليهم معلقة من الفلفل الأسود صغيرة. وبعد كده هندعك البصل ده كله بالفلفل الأسود. ليه؟ هقول لكم ليه دلوقتي. البصل لما بتدعك بالفلفل الأسود بتشيل الريحة بتاعت البصلة خالص، وبتبقى وتغير طعمها في الصينية الأحسن. صنانة البصلة، ريحة البصلة فيها ريحة وحشة كده، فالريحة دي بتطلع مع الفلفل الأسود، ما بتظهرش وهي جوه الصينية. بعد ما ندعكها كده نقطعها حلقات. هنرص البطاطس ونحطها فوق البطاطس. حطوا بقى البهارات. معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. يعني حبة شطة ناشفة، يعني تبقى كريسبي كده، حراقة بسيطة. وقرن فلفل الوان او اي قرن فلفل عندكم، سواء احمر سواء ملون سواء اخضر. اي لون فلفل حطوه بيدي نكهه، بس يا خاصه ان انتوا اللي حطيتوا الفلفل يا ريت تحطوا الفلفل اللي هو البلدي الاخضر او الشطه. لو انتوا حاطين شطه في الصينيه مش ينفع تحطوا شطه تاني عشان ما تبقاش سبايسي معانا وحرقه. تمام. المهم هنحط ونرص كله على بعضه. ومعانا الطماطم، انا عامله هنا حوالي كيلو ونص من البطاطس. حطيت حوالي اكتر من نص كيلو طماطم بشويه، انا كنت مفرزاها ومجمدها في الفريزر. فحطيتها، سخنتها على النار كده، وحطيتها على البطاطس، وحطيت عليها البهارات بتاعتنا وقلبتها واديتها غلوه على النار. معانا هنا الفراخ بقى. بعد ما عملت الحاجه ديت انا بسلق الفراخ دلوقتي. هنحط واحنا بنسلق الفراخ ايه؟ بصلايه ومرقايه دجاج وشويه فلفل اسود وشويه كمون، يعني كل حاجه معلقه صغيره كده، وشويه ملح ومرقه دجاج. كله في الفراخ. وبعد كده هنشيل الفراخ، هنديها نص سوا او تلات ارباع سوا، ونحطها على وش الصينيه ونقلبها بالصلصه كده، وهندخلها الفرن تاخد من النار من تحت. وبعد كده هنشغل الشوايه تاخد اللون من فوق، تبقى اطعم صينيه بطاطس جميله جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك، اشتراك بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات. مطبخ انا عبده حبايبي وكل متابعيني تنوروني. انا والله العظيم بحبكم. تكتبوا لي في الكومنتات قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. دمتم في رعايه الله وحفظه يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله.